السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناة وصفات أحلى السيدات. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. الوصفة ديال اليوم عبارة عن قطايف معمرين بالقشطة أو الكريمة اللي كيجيو لذاذين وسهلين في التحضير. ندوزو نشوفوا المكونات والمقادير. اول حاجه غادي نوجدوا الشيره اولا القطر اولا السيرو كما كنسميوه حنا، اللي عندي فيه كاس ديال السكر، نص كاس ديال الماء ونص حامضه معصره. غنعملوا الكل في اناء اللي غيمكننا نعملوه فوق النار اولا للعافيه، ومن بعد غنزلوا الخليط فوق البوطه، ومني غادي يبدا يغلي غنحسبوه 15 دقيقه وغنطفيو له. خصها تكون عافيه ماشي متجهده، متوسطه، وما خصش اللون ديالو يتبدل، خصو يبقى ابيض ولكن ثقيل. ندوزو لتحضير القطايف. عندي سميده، طحين، الماء، مايزينا، السكر، خميره وما زهر. المقادير بالغرام اولا بالكاس غنخلي لكم تحت في صندوق الوصف. اول حاجه غناخذ واحد مولينيكس غنعمل فيه الماء والمكونات كاملين وغادي نطحنوه. بعد ما طحنتو كيجي القوام ديالو ثقيل شويه على بغرير، ماشي بزاف غير شويه. غنعملو في واحد الاناء وغندوز نطيبوه في المقله اللي ما كتلتصقش بحال طريقه بغرير تماما. غير هو من غادي نحيدوه غنحطو على واحد الزيف اللي غيكون نقي اولا المنديل، وغادي نغطيه باش ما يبش معايا ويبقى طري. غنكمل الكميه كلها بنفس الطريقه وغندوز نتحضر الكريمه اولا القشطه. بالنسبه للكريمه غادي نحتاج كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الكريمه سائله، ما زهر، النشا والسكر، الدقيق. المقادير بالغرام غنخليكم تحت في صندوق الوصف كما العاده. غنعملوا المكونات يعني النواشف في واحد الاناء اللي غيمشي فوق البوطه، وغادي نخلطوهم كلهم غير بقليل من الحليب باش ما يتكوروش ويبقاو يعني مكتلين معنا. غنعملوا غير شويه ديال الحليب وغنفسخوا المكونات كاملين، ومن بعد غادي نزيد المكونات ديال الحليب والكريمه وغنرجع الخليط كله فوق النار مع التحريك مستمر تنحصلوا في الاخير على واحد الكريمه عاقده. هذه هي الكريمه اللي كنحصل عليها في الاخير. غنخليها حتى تبرد تماما وغندوز نعمر بها القطايف. اول حاجه غناخذ القطايف على هذا الشكل وغنسدهم غير من التحت، ما نسدهمش كاملين، كما ان يمكن لكم تعمروهم بالقشطه في المره الاولى وتسدوهم كاملين، ولا يمكن لكم تعمروهم بالمكسرات اللي بغيتو، الحشوه اللي بغيتو كتشدوهم كاملين. انا اختاريت هذه الطريقه، شديتهم غير في الوسط يعني النصف كما كتشوفوا في الفيديو. من بعد ما غنساليهم كاملين غناخذ واحد المقلاة وغنعمل فيها الزيت وغنقليهم. ما نخليهمش حتى يقصحوا، وانما غير ياخذوا واحد اللون الذهبي شويه وغادي نحيدهم. من بعد ما قليتهم كاملين على هذا الشكل غنعمل القشطه. من بعد ما بردات في الجيب الحلواني، وعندي شويه ديال اللوز مهرمش والقرقاع وشويه ديال الكوكول اللي حمرته على البوطه تاخذ اللون الذهبي. غنعمر القطايف ديالي بالقشطه كاملين كما كتشوفوا، يعني القمع كيدخل في القطايف حتى لداخل، وغادي نعمرهم من الداخل مزيان، وغادي نعملهم وجههم في اما في القرقاع واما اللوز اولا الكاوكاو، داكشي على حساب اللي موجود. وهكذا كنعمرهم كاملين بنفس الطريقه.
بعد ما ساليتهم كاملين غنرش عليهم السيرو اولا القطر اللي حضرت اولا العسل على حسب الرغبه ديالكم. هكذا كيجيو من الداخل الصراحه كيجيو لذاذين ومختلفين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والى اللقاء، مع السلامه.